يا ولاد يا ولاد يا ولاد حنت يا ولاد، وجبت فرخه يا ولاد هدلعها وهننها واقليها واسلقها واشويها واعمل كل الحاجات الحلوه منها من نفس الفرخه دي هتتمرمط معايا النهارده مرمطه السنين، بس على مين اعمل بقى سفره هتعجب ولادي جدا وهتعجب حبايبي جدا، وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان جدا. قبل ما نبتدي في اي حاجه صلوا على النبي وسموا الله ويلا نشوف هنعمل ايه. كان معايا فرخه وزنها حوالي 2 كيلو مش اكتر من كده، عامه مش بجيب الفراخ اكتر من 2 كيلو تمام. انزلي معلقه سمنه بلدي حلوه كده وبعدين سيبها تقدح شويه، وقومي جايه نازله بالفراخ اللي انت قطعتيها، عباره عن اللي وراك والهياكل والصدور لا، يعني اللحمه بتاع الصدور لا، انما الاجنحه والكلام ده كله حطيه ماشي. انزلي على مكعبين ماجي وشعره فلفل اسود وشعره ملح، حبه ملح وحبه فلفل اسود، حبه بابريكا، حبه ورق لورا وروزماري وزعتر. تقدري تحطي توابل كبسه من الاول خالص وتريحي دماغك، بس انا مش بحبها بصراحه، بحب التوابل اللي انا بعملها دي. 7 بهارات، بصي النوع توابل مش بتحبيه ما تحطوهوش. حبهان حصى، ورق لورا، التوابل دي بس. اي نوع مش بتحبيه ما تحطوش. سكه من القرفه، حاجه بسيطه خالص من القرفه كده. سيبي بقى الفراخ بتاعتك تاخد وش من هنا وتاخد وش من هنا، وعشان اي ريحه زفره فيها تروح خالص خالص خالص. حتى الرقب والاجنحه قسما بالله اتنسفت. انا مسكتها قطعت الورك 2. تقدري تعملي الربع بحاله، تقدري تستبدلي الفراخ باللحمه عادي جدا ولا هيفرق معاكي في اي حاجه. شويه جنزبيل، شويه بابريكا بقى في الطبق التاني، شويه توابل فراخ وشويه كمون، شويه فلفل اسود، شعره 7 بهارات، وحبه خل وعصره ليمونه، ولو عندك برتقانه او شويه فروتي برتقان عادي جدا هيديكي تيست عالي. وشويه شطه بقى لو عاوزه تخليها سبايسي كده يا سلام. والسكه كده من الزعفران عشان اللون الجميل. قطعت الصدر بتاعي جوانح بقى كده عشان اعمله ستريبس. يبقى انا دلعت الفرخه بتاعتي ولا ما دلعتهاش يا جدعان؟ دلعتها اخر دلع طبعا ماشي. قلبوا بقى الفراخ التانية اللي في الطبق اللي في الحله دي، ايدي هنا وايدي هنا. طبعا الاستريبس مش هاخد وقت كتير في التتبيله لان انا هقلي على طول، لان ولادي كانوا جعانين يعني. حطيت بقى الفلفل الاسود والملح والكمون والبابريكا، واسيبهم بقى ينزلوا ميتهم ويشربوها كده، وعليهم فصين من الثوم صحاح كده صحيح يعني ماشي. الفراخ خدت وش من هنا ووش من هنا، وقمت جايه نازله عليها بصلايه وطماطمايه. تقدري تسيبوهم زي ما هما، تقدري تقطعيهم اللي يريحك اعملي. انا قطعتهم 2 كده وسبتهم لحد كده زي الفل تمام. ده اسمه كبسه بقى الله اعلم، دي اسمها برياني الله اعلم. دي مش حاجه اساسيه انا شفتها، دي حاجه انا جربتها مره واتنين وعجبتني وعجبت ولادي فانا عملتها بس. هو ده كل الموضوع بالنسبه لي يعني. حطيت كوبايه ميه بقى وسبت الفراخ كده بقى تاخد لون. وبعدين تعالوا نعمل بقى شويه رز وكده. نزلت ببصلايه في الحله اللي هناك دي، وقمت جايه مولعه عليها بقى كده وحبه زيت على معلقه سمنه بلدي. وهنا الفراخ بتاعتي اخدت شربت الميه بتاعتها. هغسل بقى كوبايه الرز اللي معايا او كيلو الرز او نص كيلو رز او اي كميه رز معايا، وهحطها دلوقتي على الفراخ. وطبعا ايدي في البصل اللي هناك عشان ما تتحرقش مني، انا عاوزاها تتحمر بس مش تتحرق. في الوقت ده اكون مجهزه مكعب ماجي، واكون مجهزه معلقه عسل اسود، واكون معلقه كاتشب تمام. وقومي جايه نازله فوم بقى على على البصلايه بتاعتك لما تاخد لون تمام اهو. ايدي هنا وايدي هنا، ايدي هنا وايدي هنا، كله هيبقى زي الفل معايا دلوقتي. طبعا سوري ان انا مغطيه الحله بالطبق لان الغطا تقريبا تحت مش هنا، يعني تحت مش هنا، فعشان كده مغطيه بدي. حطيت بقى معلقه العسل الاسود والكاتشب اللي انا قلت لكم عليها وقلبتها كويس جدا. ومكعب الماجي قسما بالله ريحتهم كانت فواحه تمام. ورقتين لورا لو حبه. نزلت بقى بالرز اللي انا غسلته، وعايزه اقول لكم مش مكمل اصلا نص كيلو رز. الرز بتاعي ده بالكيلو ب60 جنيه بس بيفرد جدا. نص كيلو بتاعه بحوالي كيلو من التاني من اي نوع تاني كنت ممكن تكوني شايفاه. نعم يا ماما انا هنا اهو. نزلت عليه بقى بميه سخنه طبعا يبقى افضل. وقوم جايه بقى مغطياه سايباه يغلي غلوه، وبعدين مغطياه على خالص وسايباه. وطبعا عيني على البصل اللي هناك كنت غسلت كوبايه رز وحطيتها عليه وقلبته كده وزودت ميه. طبعا ميه رز مصري عادي جدا يعني. وهنا الستريبس بتاعتي ما لحقتش تاخد لون تتبيله اصلا، بس اقسم بالله كانت طعمها وهم، وكفايه ان الاطفال بيحبوها كمان.
جيت بقى هروح اجيب بقى شويه دقيق في بوله، شويه دقيق في بوله، واحط عليهم شويه ملح وشويه بيكنج باودر، وتقدري تحطي معلقتين نشا بس انا نسيت. تمام. النشا بتخليها ناشفه كده ومحرمشه كده وزي الفل. امسكي بقى الاستريبس بتاعتك كده وقومي جايه نازله فيها في الدقيق وبايدك بقى كده، يعني مش مشكله توسخي الدنيا، المهم الاكله تطلع حلو. انا خدت بقى شلت الفراخ منها وخدت بقيه التتبيله، حطيت في قلبها شويه ميه ساقعين ويا سلام بقى لو متلجين يعني، وقلبتهم كده وبقيت اشيل من هنا احط هنا، اشيل من هنا احط هنا. تقدري تعملي الكفر مره واثنين وثلاثه، تقدري تعمليها اكتر من مرتين اللي يريحك، تقدري تعمليها مره واحده. انا عملتها مرتين اتنين بس. تمام. الاستريبس ما بتعملش وترك، الاستريبس بيتعمل وتحط في الزيت على طول. وامسك بقى كده 10 مرات كده، تقليب تقليب تقليب، عشان ياخد الشكل العشوائي ده انه بيكون مقرمش وزي الفل. لحد كده تمام، لحد كده تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا. الرز الريزو على البوتاجاز، والرز الكبسه على البوتاجاز، او البرياني بتاعنا على البوتاجاز. خدت حته الفرخه كده لقيتها استوت وزي الفل. قدحت الزيت بتاعي بقى وكنت في الوقت ده بقى واقفه بغسل المواعين كده وبلم الدنيا حواليا. احط بقى طاسه كده من الاستريبس، وحسيت ان النار دي ضعيفه فهحطها في النص عشان مش عاوزاه يطرى مني. يعني في الاول كده بيبقى عالي وبعدين بتهدي سيكه كده، وبما انها صدور فبتستوي بسرعه. بس يا جماعه الغرمشه بتاعتها عامله ازاي بصراحه جميله، ويومها عجبت الولاد. كانت حلوه جدا ولا لا؟ كانت تحفه. هنا شوف حضرتك، ايد في الرز وايد في الكبسه وايد في الزيت. شغلي يعني لو انتي عاوز تعملي الاكل بحب هتعمليه بحب. جبت بقى المصفى بتاعتي، لان انا اتعلمت من اختي او اتعلمت من الناس اللي حواليا، يعني ان لما بحط حاجه على مناديل ناشفه بتطرى، حتى لو هي هتنيها طريه بتطرى، لو هي تنيها ناشفه بتطرى. فانا قالوا لي حطي على شبكه او على مصفى او كده، يعني حتى السمك والحاجات اللي زي دي. فهي اوريدي ما كانتش شاربه زيت ولا اي حاجه. ده تاني دور، هما جم دورين اتنين، كانوا طبق كده كل واحد فيهم اخد قطعتين. كانت جميله بصراحه، بالف هنا وشفا. اللي كان لي نصيب فيها واكل منها، وكل واحد يا جماعه ليه نصيب في حاجه بياخدها. لو كنت وصلتي معايا بقى الفيديو لحد هنا، ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتعالوا نشوف النتيجه بتاعتنا في الاخر هتطلع عامله ازاي. مش عارفه، انا تقريبا سبت الكاميرا مفتوحه ورحت ادور على حاجه اجيبها او كده يعني. صح يا جنة؟ كده بقى كنت بجهز الحاجه بقى عشان خلاص كنا هناكل. جبت الاستريبس حطيته على الترابيزه، بوريكم شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه زي الفل. لكن ركنته في جنب، وبعدين كان عندي جبنه، صوص الجبنه الشيدر ده كنت جايباه معايا وما كنا في مصيف وكده، فهحطه في الميكروويف. تقدري تحطي عليه معلقتين اتنين لبن، بس انا بصراحه ما كانش ولا مره جيت اعمله لقيت عندي لبن سبحان الله. فحطيته في الميكروويف وقلبته على طول كده، وكان سخن معايا. عملت سلطه دقوس، بس ما كانش عندي كزبره خضراء، فعملتها بالطماطم والفلفل والخل والملح والكمون والثوم وبس. يعني ما كانش عندي توابل، يعني ما كانش عندي كزبره خضراء سوري. هقلبهم بقى كده في بعض، والليمون ما تنسوش عشان يديكي بقى المزازه الجميله اللي انت بتشوفيها. وكده كنت قلبت الرز بتاعي في قلب السرفيز او في قلب الطبق، والله يا جماعه كانت طعمها تحفه. بقى حبه لتاني يوم طبق كده لتاني يوم. الطبيعي اصلا ان احنا ما بناكلش حاجه بايته، اكلناها وكنا بنتخانق عليها انا وولادي. لحد كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. اهو الاستريبس في طبق، والرز والفراخ في طبق، والدقوس في طبق. وهنا الرز الريزو بقى هوريلكم عامل ازاي. كنت نفسي يبقى عندي اطباق من بتاعه بازوكا عشان اعمل لهم واحلف لهم ان انا اول مره اعمل رز بازوكا، رز ريزو حلو قوي كده. قطعت بقى كده قطعه من الفراخ الاستريبس، وقمت جايه نازله على الرز بتاعي. مش عارفه الصوره عامله كده ليه. نزلت بقى كده عليها كده حاجه كده بسم الله ما شاء الله، وعليها معلقه من الكاتشب كده، ومعلقه من الصوص اللي انا عملته العسل على الكاتشب. ومش عارفه الصوره منغمشه ليه. بصوا يا جماعه، من فرخه واحده عملت سفره كامله جميله تستاهل بقكم.
بصراحة بصوا يا جماعة، الفراخ قسما بالله ما فيها ريحة زفرة ولا اي حاجة خالص، والرزة بتاعتي جميلة ومفرفرة، وحبة الرز اصلا كمان حلوة، وكيس شيبسي بقى كده لزوم التكات والحركات عشان ما كنتش عاوزة اقلي بصراحة. وكده بقى كنت بحط الاكل على الصينية ورايحين عشان ناكل. تعالوا بقى كلوا معانا، ويا رب تكونوا استفدتوا باي حاجة، ولو كانت بسيطة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وده يا جماعة المعلم بتاعنا او الاكيل بتاعنا، احنا مسمينه الاكيل بتاعنا لانه هو زواق يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب. وكلكم بقى والجبنه ليكم كانوا بيتخانقوا عليها بصراحه. تنسونيش بقى في كلمه حلوه من قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.